تمكنت قوات صنعاء اليوم الخميس من السيطرة على سفينة جديدة كانت في طريقها إلى موانئ إسرائيل صنعاء سابقا. ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر ملاحة يمنية قولها قوات أنصار الله الحوثيين تجبر سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل على تغيير مسارها، مؤكدة أن السفينة في طريقها للموانئ اليمنية، فيما لم يؤكد ذلك متحدث قوات صنعاء العميد يحيى سريع. وكشفت شركة الأمن البحري البريطانية اليوم أنه طلب من سفينة تبحر في مضيق باب المندب تغيير مسارها والتوجه إلى اليمن. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرتين إرشاديتين إنهما تحققان في الواقعة وفي حادث آخر في المحيط الهندي قبالة اليمن. كما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المذكرة إنها تلقت بلاغا من سفينة عن رؤية انفجار قبالة سواحل اليمن في جنوب البحر الأحمر. وذكرت إن سفينة شحن مملوكة لجزر مارشال وترفع علم هونغ كونغ رصدت سقوط صاروخ في المياه أثناء إبحارها تجاه الشمال. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.